السلام عليكم. وعليكم السلام حمزة، مرحبا بنا عندكم في ألمانيا. مرحبا بك. وشكرا بزاف ليك وشكرا ليكيب ديال فرصة بلدونك اللي لو ما كانش هي ما كناش واقيلا نكونوا هنايا ولا كانت طوال علينا الطريق لا بزاف. لا وبالمجهود ديالك ان شاء الله. الحمد بارك لله الله فيك الامور السي كامله عبد. تيسرات. بارك الله كي جاتك فيكم. الالمان بك؟ الألمان صراحة كما كنا متوقعين. تستاهل داك التمارات، تستاهل داك الصهير، تستاهل داك الجرا وداك الستريس اللي كنا كندوزو. بلاد مقاده بيان ستركتوري اورغانيزي، الامور مضبوطه، الامان. شي حاجه اللي انكرويابل بصراحه، شي حاجه ما يمكنش توصفها الا ما عشتيهاش، الا ما مزيان. جيتيش وعشتيها هنا. مزيان. هادو من الايامات الاولى ديالك، دابا جيتي تقريبا، هذا هو التجربه ديال الطالب ديالنا اللي جا حاليا المانيا بلا سيرتيفيكا ديال اللغه الالمانيه، وقرا اللغه الالمانيه ولكن جا بلا سيرتيفيكا، ما عندوش سيرتيفيكا المسيح. ان شاء الله ندخلوا في هذه الديتاي كاملين ان شاء الله ونوضحوا الامور دو زيد التفاصيل. اول حاجه، دابا شحال انت في الالمان؟ شحال اليوم قلتي؟ انا دابا اليوم النهار الثالث. اليوم النهار الثالث. شحال مدينه شفتي؟ شفت دوسيلدورف، دورتموند، اليوم مشيت لكول. شكون المدينه اللي عجباتك اكثر؟ كول. كولن. مزيان. شي حاجه ما كنتش كنتوقع نشوفها شي نهار واقع. كولن مدينه زوينه. وي. واخا نبداو دابا التجربه ديالك من الاول، علاش جيتي لالمان؟ لا، كيفاش بداتك الفكره ديال المانيا؟ كيفاش هذه الفكره ديال المانيا بدات؟ لان كنعرف كل واحد عنده قصه مع الالمان، حتى انا عندي قصه مع الالمان كيفاش جيت المانيا. كل واحد كتكون عنده واحد الحاجه اللي حفزته باش يجي لالمان. انت علاش بديتي الالمانيه اول حاجه؟ انا القصه ديالي مع الالمان هي اول حاجه واحد التيسير من الله سبحانه وتعالى. هي ربي ملي كيبغي لك واحد الطريق راه كيحط لك الناس فيها وكيحط لك الاسباب فيها. انا واحد الدري صاحبي، هو صاحبي ديال بصح، ما كانش قال لي انه كيقرا الالمانيه ولا شي نهار جابتها الهضره، ولا حتى واحد النهار صيفط لي ميساج قال لي بغيت ندوز نسلم عليك. قلت له فين غادي؟ قال لي غادي لالمانيا. قلت له ها مرحبا الله يسخر الامور كذا. صافي دازت واحد 3 ايام جا عندي لطنجه، جلسنا انا وياه في لاكار اكزاكت. جلسنا انا وياه. قال لي بالحكم انه صاحبي ديال بصح جبدنا الهضره وقلت له زعما كيفاش الالمان وما قلت لي والو كذا. هو شرح لي، قال لي انا راه نمشي اش ما ندير واش ما نديرها كيفاش وكيفاش. وانت انت راه بامكانك تمشي، وانت راه بامكانك اكثر مني انا، حيت انت راه ديجا خدام هنا، ديجا عندك ليكسبيريونس، ديجا الامور عندك ميسره. قلت له نفكر انا نشوف هذا الشيء هذا. ديك الساعه انا راه مستقر، ما عنديش فكره ديال الهجره الالمانيه. قلت له نفكر واخا. فكرت مزيان، وملي جا هو لهنا بدا كيحفز فيا، كيقول لي البلاد زوينه تستاهل ما تبقاش تما. داك الساعه مورا واحد شهرين بديت كنقلب على الطريق ديال اوسبيلدونغ. من بعد ما اقتنعت بها بديت كنقلب على لي سونطر عاود. حتى لواحد النهار طلع لي في الانستغرام لي سونطر ديالكم فورسابيلدونغ في طنجة. كان ديك الساعه يلاه كتبريباريو باش تفتحوا، الله عندكم لوفيرتور. دزت لعند ريم. اللي خلاني انني نرجع لذاك السونتر هو الصراحه ديالها في اول نهار. قالت لي احنا ما نقدروش دابا بحكم انا كان عندي الخدمه العشيه، كان خصني نقرا الصباح. قالت لي احنا ما نقدروش دابا نشدوك معنا ونضيعوا لك وقتك. وكان ديجا واحد السونتر جاوني شي شهرين باش يقادوا هما جروب، باش يجمعوا جروب كل نهار كيقولوا لي هاد السيمانه. قالت لي زعما على ما نديروا حنا جروب ديال الصباح، سير انت شوف شي سونتر فين تقرا الاينز، نديروا حنا جروب ديال الصباح ديك الساعه وعشيه، وديك الساعه جي مرحبا بك ها الباب ديالنا مفتوح. داكشي اللي درت وهدرت انا، مشيت قريت واحد الاينز في واحد السونتر. الله يسمح ليهم بعدا من هذا المنبر، الله يسمح ليهم. ما عرفتش زعما كيفاش كيخدموا. كاين لي سونتر الصراحه اللي مزيانين في طنجه، ولكن هذا السونتر هذا اللي قريت فيه ديك الاينز الله يسمح ليهم. من بعد رجعت عند فورسابيلدونغ، من تما قريت عند الاتصفاي والبي اينز. قريتيهم عند الاستاذ عز الدين. قريتهم عند الاستاذ عز. تحيه الاستاذ عز الدين، تبارك الله، راه صراحه استاذ جامعي. قرايه عنده فوق بيغيتونغ عنده، والصراحه ما نكذبش عليك كيحبك في اللغه. والله الا تبارك الله عليه. والاساتذه بحالو بغيناهم يكونوا في لي سونتر، بغيناهم يكونوا حتى في المدارس العموميه. واعر، وهو كان كيقري في المعهد العالي الدولي للسياحه في طنجه، وكيدخل الحس الفكاهه المراكشيه في الحصه في الدراري.
الدراري كيقراو وكيكونوا ناشطين، يعني كيكونوا مستافدين وما كيملوش من الحصه. تحيه الاستاذ عبد الكريم. قريتي الA1، قريتي الA2، قريتي الB1. قريت البي. اوكي مزيان. من موراها شنو درتي؟ من موراها كان عندي واحد التواصل مع علي، شاف الدوسي ديالي كذا وقالت لي زعما شجعتني، قالت لي زعما راه الدوسي ديالك مزيان وتقدر انك زعما تقدر قبل ما تدوز امتحان زعما تبدا تقلب تيسر الامور كذا بالمساعده ديالها. طبعا هي قبل ما ندوزو B1 ديك الساعه كان الشهر المبارك رمضان. يلا في الاخر ديال رمضان كانت تيسرت الامور، تحصلنا على مقابله وجدنا لها بالمساعده ديال ريم طبعا ديما، والمساعده ديالك ومروان حتى هو، وجدنا المقابله دازت مزيان. بدينا في الاجراءات ديك الساعه، كان مازال ما عندناش اللغه بصح بدينا. دوزتي المقابله كنتي باقي ما عندكش، ما دوزتيش الامتحان اصلا؟ كنت مازال ما دوزتش الامتحان، كنت يلا قريت B1 يلا سالينا B1 ديك الساعه بشي سيمانه ولا 10 ايام. مزيان. يلا سال اللغه الالمانيه، جاب الحمد لله مقابله في الدومين ديال الغاسترونومي كتسمى اوسبيلدونغ ريستورون فاخمان، اللي المده ديالو سنتين في المانيا. واخا الاسئله في المقابله كيفاش كتكون؟ علاش كيسول المشغل؟ هو الصراحه ما سولنيش شي اسئله، كان واحد اللقاء تواصلي بيني وبينه، وانه عرفني على الشروط ديال الخدمه وشنو غيعطيني وشنو اللي ما غيعطينيش، وفرض لي السكن ودوالي على الصالير، دوالي على التجربه ديالو مع المغاربه. وهذه هي اللي حفزتني بزاف، هي التجربه ديالو مع المغاربه، حيت قال لي واحد كمل مع اوسبيلدونغ وبدا مع خدمه، وواحد العام الثاني في الاوسبيلدونغ ديالو. هذا الشيء هذا هو اللي زعمني بزاف واللي خلاني مزيان. وشوف التجربه ديال الشباب ديال المغاربه باش كيكونوا مع شي اوتيل ولا شي ريستورون في الالمان، باش كتكون تجربه مزيانه، راه داك المشغل كيحفزوه باش يجيب مغاربه اخرين، بحال اللي وقع دابا مع الطالب ديالنا. مشغل كندوز ديزا واحد المغربي اللي سال الاوسبيلدونغ دابا خدام معاه، ودابا المغربي الثاني في العام الثاني في الاوسبيلدونغ، ودابا الطالب ديالنا اللي غيبدا العام الاول ديالو في الاوسبيلدونغ مع هذا المشغل في المانيا في الولايه ديال باير. جبتي الفيرتراك ديالك، جبتي العقد، اوكي انت جبتي العقد، ولكن خصك اللغه الالمانيه دابا، خصك السيرتيفيكا دابا حيت القنصليه راه خصها السيرتيفيكا، خصها الشهاده. تما كتبدا بدات واحد الخدمه اللي صراحه اللي دارتها ريم. تما في واحد اللحظه كان كيبان لي نوقف، في واحد اللحظه كتقول لي كمل. كانت عندي شي ظروف واحد الظروف عائليه جات في واحد الوقيته، جات سبحان الله ريزيرفيت امتحان ديال USD، وبديت بريباراسيون واقيلا ب6 ايام فوق بغايتونغ مع استاذ عز الدين بالضبط. جالي واحد اللعيبه في الطريق ديال العائله، وكان خصني ضروري ما يمكنش بالخصوص ملي كتجي مع الوالده، ما يمكنش انك تخلي الوالده وتمشي وانت هو الكبير في الدار. كان ضروري انني نخلي داكشي هذاك نوقفو، وبتيسر من الله قلت زعما برضات الوالدين هادشي اللي غندير مع الوالده يقدر هو اللي وقف لي في هادشي هذا. داكشي اللي درت، وقفت بريباراسيون ديال USD ديال B1، كملت داك الشغل مع الوالده شهر تقريبا، مع كملته مع مشيت دوزت. ما توفقتش الصراحه بحكم ان USD صراحه كامتحان عجبني الصراحه، كامتحان لا المسائل ديالو مضبوطه، امور داكشي مقاد، داكشي بيان اورغانيزي، ولكن كيبغي بريباراسيون. وكانوا قراو معايا الدراري في الصوند، قرينا مع بعضياتنا، كنا جروب كانوا بريباراو وهما كملوا البريباراسيون، مشاو دوزو USD الحمد لله توفقوا وجابوا B1 ديالو. انا التجربه ديالي مع USD كانت هي هذه، انني انا ما نجحتش والديفو ماشي في جيتي في واحد المرحله اللي كنتي فيها ظروف عائليه اللي ما خلاتكش تكونسونطرا 100%. داكشي هذيك ظروف عائليه وزائد الخدمه وزائد بزاف ديال الحاجات، ولكن الحمد لله. حنا باش شفنا بان B1 ديالك في الاول في USD ما نجحت، ما توفقتيش فيه، كنا ندفعوا التسريع ياك. وانا بحكم التجربه ديالنا مع واحد الطالب قبل منك في البايرن، وقلت لك بانه خرج له التسريع بلا لغه المانيه، وقلت لك غندفعوا لك راه غادي يخرج داكشي، والحمد لله دفعنا له التسريع في الولايه ديال بايرن وخرج مزيان، تيسرت الامور. ولكن القنصليه راه خصك ضروري الشهاده ديال اللغه الالمانيه. انا واقيلا راه عمري ما شفت شي واحد طلع بلا لغه المانيه اوسبيلدونغ تكوين مهني. المهم راه كانت هي مغامره وصافي. حنا شوف شنو درنا من بعد ما خرج لينا التسريع
بحكم ان البيجين ديك الساعه 1 شهر 10. لا كان واحد شهر 8. كان 1 شهر 8 وبدلنا ل1 شهر 10. داك الساعه قلنا ما كاينش الوقت دابا. اول امتحان اللي لقيته 30 شهر 8 بي اينس تيك في واحد المعهد. هذا الامتحان الثاني ديالو هذا يدوز، الامتحان ديال ديالي. الاول ما نجحش، دابا الثاني. قلت غنشد ان ريزيرفي فيه مع ريزيرفيت، مع قلتي لي انت خصك تشد تيرمين في تي ال اس حيت ما كاينينش. ما كاينش اي عاد فكرتيني بهادشي. هذيك الساعه بدينا كنتقاتلوا واحد النهار وما حلوا شهر كامل. الرونديفوات شديت 1 شهر 9 يعني 30 أي. شهر 8 غندوز امتحان. السبت كان الحد ارجع لطنجه، الاثنين غنمشي نحط دوسي في تي ال اس. يومين ديال الفرق بين امتحان فري، حيت كون كنا نتسنى الريزولتا ديال التيك حتى تخرج راه ما كانش غادي يجي لالمان اصلا. الرونديفوات ما كاينينش، دونك الرونديفوات مقطوعين. قلت له قابل لي رونديفو حتى يتفتحوا، جا رونديفو قلت له يشدو صافي هادشي اللي كاين. ديك الساعه ديتي معاك الكونفيرماسيون ديال التيك ياك بانك كدوز، ما ديتيهاش معاك ياك مزيان. انا راه ما بقيتش عاقل بلي ديطاي. واش ذكرنا بانك دوزتي امتحان ولا لا؟ ذكرناه باننا دوزنا امتحان مزيان. دوزتي امتحان ديال التيك نهار فوقاش؟ نهار السبت 30 شهر 8 2025. نهار السبت 30 شهر 8 2025. كان عندك الترمين مع القنصليه 1 شهر 9 موراها بيومين. يعني دوزتي امتحان ما عارف راسك واش ناجح ولا لا؟ ما عرفتش راسك يعني ماشي للقنصليه بلا السيرتيفيكات اللغه. السيرتيفيكات ديال اللغه. صافي جمعتي الباك الغولفي د نوت. جمعنا الباك ولوفي نوت لي اتيستاسيون دخل ديالنا ديال الخدمه. شنو سميتو الشهاده ديال انني قريت البي اينز ديال فورسا بيلدونغ. ورقه من عند المشغل ديال اللغه. دابا الفيديكس تخيفتو لي من صاف موتيفاسيون شخايمون الباك غولفي د نوت لي زاتيستاسيون ستاج طرافاي اللي عنده. وكان عندك واحد الفراغ ديال 3 سنين و 4 سنين ياك 4 سنين 4 سنين فراغ. الاخر 2016 الكورونا. هادي حنا نرجعوا لها حيت بزاف الناس كيعانيو نفس المشكل وما كيعرفوش كيفاش يهضروا عليه. اول حاجه كيفاش بينا بان القنصليه بانه ممكن يدفع الدوسي ديالو ديال التي ال اس للقنصليه هو ما عندوش بي اينز. حطينا اتيستاسيون ديال بي اينز بانه قرا في السونتر وقرا عندنا في فرصه بيلدونغ في طنجه. دونك حطينا في الدوسي ديال التي ال اس واحد لاتيستاسيون دو سكولاريتي كتسمى دو بارتيسيباسيون بانه قرا من الا اينز حتى البي اينز عندنا في السونتر. اوكي بان هاد السيد هذا راه قرا اللغه الالمانيه وفري راه قرا اللغه الالمانيه. ثاني حاجه ورقه مع المشغل بانه قابلوا باللغه الالمانيه ديالو. هذه هي الثانيه. هاد جوج ورقات هادو. وثالث حاجه وظفنا في الموتيفاسيون شخايبن بانه راه دوز الامتحان ديال الترك في 30 شهر 8 2025 وراه كيتسنى الريزولتا ديالو. لكن جوج احتمالات. والقنصليه شنو غادي تقول؟ يا اما غادي تسناك حتى يخرج لك الامتحان ديال الترك وتقول لك جيب لي السيرتيفيكا عاد نعطيك الفيزا ديالك. اوكي ما دارتش مع هذا الاحتمال هذا. الاحتمال الثاني دير معاك الجميل وهي تعيط لك في التليفون ولا يجيو يديروا لك واحد الترمين عندهم في القنصليه ويقول لك اوكي نشوفوا اللغه ديالك بعدا كيفاش دايره باش عاد نشوفوا واش نعطيوك الفيزا ولا لا. هذا الاحتمال الثاني حتى هو ما كانش. الاحتمال الثاني هو يعيطوا لك يقول لك الفيزا ديالك خرجت. وانت الاحتمال الثالث هو اللي كان. الاحتمال الثالث هو اللي كان. عيطوا لك صيفطوك الاس ام اس في الصباح فيقت لقيت ميساج ديال تي ال اس انه راه خصك تاخذ الباسبور ديالك. هادشي اللي كاين الشباب. المهم هاد الحالات راه ديزاكسيبسيون. حنا راه ماشي كنقولوا الانسان ما يدوزش امتحان اللغه، ولكن الانسان يحاول يدوز نجح في دي موديل راه مزيان، ما نجحش راه مزيان. ولكن هنا كنبينوا بان الطريق راه ميسره في حاله ما اذا وقع شي واحد في هذه الحاله هذه وتحصل على شي فيقتراك ديال الاوسبيلدونغ. ولكن ماشي حاله مؤكده. هي باش كنعاودها وكنأكدها. يقدر الموظف ديال القنصليه يعطيك الفيزا. انا كيف ما كنقولها في ثلاثه الحالات. يقدر يتسنى الامتحان ديال التيرك ولا اليو اس دي ديالك ولا الجوت حتى يخرج ليك. يقدر يتيستيك في اللغه الالمانيه وتجي عنده القنصليه ويتيستيك في اللغه. يقدر تيسر لك بحال الطريق ديالنا اللي تيسرت له. ما عيطوا له وما تسناو وما داروا حتى شي حاجه. ما جا له رفيله والو فيزا اكوردي الحمد لله. جيتي اوسبيلدونغ ريستورون فخمان هنا لالمان. شنو درتي في المغرب باش يعرفوا الدراري هاد الاوسبيلدونغ اذا بغيتي ديرو شنو هما المعارف المسبقه اللي خصها تكون عندك؟ انا في المغرب الصراحه انا الدومين بعد خديته عن حب. ماشي زعما خديته صافي. كانت في الاول ظروف هي اللي لاحتني لهاد الدومين بصح من بعد لقيت راسي فيه. هاد الدومين انا واقيلا بديتو من تحت الزيرو.
من انني كنغسل القشوع ولا كنغسل المواعن كما كنقولوا حنا في المغرب. بديتو ورا الباك في الاخير ديال 2016. درجت فيه شويه بشويه بالخدمه وبالصبر، وبانه الواحد الا بغى شي حاجه راه خصو يصبر ليها وخصو يعطي فيها ما امكن. خدمت من 2016 تن 2020 في قهاوي في المغرب، قهاوي عاديين الصراحه، وفي بعض الاوقات حتى قهاوي شعبيين. مور كورونا حاولت انني نديفلوبي راسي شويه، انني نزيد شويه في النيفو، وليت تنقلب في يوتيوب، تنقلب في شنو سميتو، في تنسول الدراري في نفس الوقت وانا خدام. من بعد وليت تنضرب على لي ريستورون اللي كبار، لي ريستورون اللي مصنفين في طنجة، والحمد لله شويه بشويه بالمساعده ديال الاصدقاء، بشويه ديال العمل الجاد تيسرت الامور. انه من 2021 لدابا انا خدمت في دي ريستورون اللي كبار في طنجة واللي عندهم سميات كبار في طنجة، وكان عندي دي اتيستاسيون طرافي ديالي في هاد السنوات هذه كامله، باستثناء قبل كورونا راه كنت انتشر حتى القنصليه الوضعيه كي كانت، انه ديك البلايص اللي خدمت فيهم ما كانش بامكانهم يعطوني وراق، حيت بلايص صغار وبلايص عاديه. هادي وهذا الشيء الدراري وطفوا تما في القنصليه. عارف دراري بزاف خدامين في الريستوراسيون ولا في البني ولا في اي حاجه كيخدم عام هنا عام هنا عام هنا وما كاين واحد ما كيعطي اتيستاسيون طرافاي. هذا ما كتعتبرش فراغ، الانسان يوظفها في الموتيفاسيون خايبين ديالو، ويكتب بانني خدمت هنا وخدمت هنا وخدمت هنا ما عطاونيش اتيستاسيون طرافاي، ولكن هذا الشيء هو اللي اهلني ولا وظفني باش نقدر نخدم في شركات كبار في دي ريستورون كبار من مور هاد التجارب هادو اللي كانوا في النوار. وهذا الشيء اللي كتبنا له حتى حنايا في الموتيفاسيون خايبين. الحمد لله الامور راه كانت ميسره. شوف باش نوضحوا الامور، درتي سنه في الكارير ديالك من مور الباك حتى لهنايا بزاف وباقي تكرفص ياك؟ باقي نتكرفصوا، ما عندناش مشكل اخي حمزه. الحمد لله هنا التكرفيص كتاخذ عليه ما فلوس، كاينش مشكل هنا كتكرفص حتى ربي راه كيجازي كل واحد، ورضات الوالدين كتوقف مع بنادم بزاف ديال الحاجات. والله على رضا ديال الوالدين ما نكذبش عليك، مع الوالده بعدا الله يخليها ما ننساش الخير ديالها الله يخليها لك الله يخليها. الطالب ديالنا راه مرضي الوالدين ديالو، وراه كيتاثر بزاف باش كيجبد الوالده ديالو، وان شاء الله ربي ييسر له في المسار ديالو في الطريق ديالو ان شاء الله. الوالده ديالو دابا راه فرحانه وان شاء الله يفرحها حتى هي ويدير لها داكشي كامل اللي كتمنى، وشي حاجه ان شاء الله ضروري احسن حاجه ضروري. وهادشي اللي كاين. شوف الطالب ديالنا راه تكرف في الطريق ديالو، هادشي الدراري الطلبه بزاف اللي كنشوفهم في السونتر عندنا اكثر الدراري كيقراو في الشيفت. كنتي كتقرا الشيفت ياك الصباح عشيه، راه الدراري تبارك الله صعب حاجه. اكبر مشكل اللي اكبر حاجه كنت كنقول انا على الطريق علاش ما عرفتهاش شحال هادي، كان عندي الوقت وكان بامكاني انا مثلا نكون غير جالس ونقرا. اصعب مشكل كنت كنلقاه هو ان خصني نخدم، خصني نهز المسؤوليه ديال الدار وخصني نقرا. اصعب حاجه فري صعيب. هزم هو عايش في طنجة بوحديتك ياك؟ في طنجة والعائلة معايا جوج خوتي صغار فتهم في طنجة. الوالدة ديالك في مدينة أخرى؟ الوالدة في مدينة أخرى. عايش المسؤولية ديال خوتو والمسؤولية ديال الوالدة ديالو، كيقرا اللغة الألمانية وباغي يطلع وخدام. شوف راه مسؤولية كبيرة بزاف، والحمد لله ربي راه يسر له الأمور، وأنا متيقن بأنه راه غادي يمشي مزيان في الألمان. هادي بهذا المعقول، إذا عطيتي المعقول لهاد الناس هادو ودرتي كل ما في جهدك راه يفديوك بروحهم. انا اللي جربت الحياه معاهم، قرينا معاهم، تخرجنا معاهم، وخدمنا معاهم في هذه البلاد هذه، والحمد لله راه اذا كنتي معقول راه داكشي كامل اللي كتمناه كيتيسر لك هنايا. كانوا فيك هاز زيكزاك هذاك راه ما كيعجبهمش هنايا، راه الامور ديالك كامله غتكون غادا مخربقه وما غادي تيسرش هنايا. والحمد لله كنتمنى للطالب ديالنا التوفيق ان شاء الله في المسار ديالو، وكنتمنى للطلبه كاملين اللي كيشوفوا هذا الفيديو حتى هما التوفيق في المسار ديالهم. وكنأكد وكنعاود اللغه ديالكم دوزوا امتحان ونجحوا فيه. هذه اكزومبل غير اكسبسيون. حنا حاولنا نموتيفيكم ونبين لكم بان هذا الطريق هذا راه اي واحد راه ممكن يمشي. فهمتوا الشباب؟ هادشي اللي بغيت نوضح في هذا الفيديو هذا، وان شاء الله نتمنى لكم الخير وتبارك الله عليكم. الله يعاونكم. عطيهم شي كلمه اخيره. كلمه اخيره هي الوالدين اخي حمزه، تهلاو في الوالدين، الصلاه. وبنادم الا لقى في اي دومين الا لقى يخدم ويدمر، راه الخدمه والدمر راه ماشي عيب، راه العمل عباده.
والله يوفق اي واحد باغي يوصل لشي حاجه، والله يسهل على الدراري كاملين، سواء الدراري اللي قرينا مع بعضياتنا، سواء الدراري اللي باقا عاد غتبدا هاد الطريق. كنبغي نشكر، وماشي زعما انا هادشي ما كنديروش زعما هادشي كنديرو حيت فعلا هاد الناس هادوما كانت الصراحه من النهار الاول، هذه هي اهم حاجه. وهاد الناس وقفوا معايا ديال بصح، ماشي زعما انا ما عنديش مع هاد الشيء ديال انني باش نهضروا شويه صريح، ما عنديش مع هاد الشيء ديال اننا نديروا فيديوهات وهادي، ولكن واحد الانسان دار معك واحد الجميل كتحاول انك تشكره بالطريقه ديالك. فرصه بيلدونغ صراحه واحد الناس اللي الله يعمرها سلعه، واحد المعهد ديال اللغه اللي يمكن تلقى فيها اي حاجه، ولقينا فيها اي حاجه، حتى لواحد الوقيته ولينا بحال عائله صراحه. حتى الدراري اللي كنا قرينا مع بعضياتنا، انت شفتي لي كونتاك باقيين دابا، كاين الدراري شي واحد تما في طنجه ما كيلقاش خدمه وخصو يخدم، واحد كيعاون واحد في اللغه، كنتعاونوا مع بعضياتنا وجمعتنا فرصه بيلدونغ، وجمعتينا انت الاخ حمزه وريم وليكيب كامله. وكنبغي نشكر واحد الشخص هو مروان حتى هو سيرفيس كليون سيرفيس كليون حتى هو صراحه ولد الناس، الله يسهل عليه في هذا النهار ان شاء الله قريبا ان شاء الله يا ربي. وشكرا بزاف الاخ حمزه، الله يودي، مرحبا بك، التوفيق ان شاء الله يا ربي. وجات معك الالمان، بارك الله فيك، الله يسلك الامور.